ابني كل يوم بيدخل، أنا ما بقيتش قادرة أتحمل كده أبدا. وعلشان تفهموا الموضوع كامل لازم أحكي لكم من البداية. بصوا، أنا اسمي مروة، عندي 33 سنة، والحكاية اللي هحكيها لكم عن منال. عندها 47 سنة، مطلقة وعايشة مع ابنها لوحدهم. وعلشان تبقوا متخيلين الموضوع كويس، منال مهتمة قوي بنفسها، وهي البنت اللي يتقال عليها بطة بلدي. ورغم إن سنها كبر حبة، لكن هي بسم الله ما شاء الله قمر حرفياً، جسم وشكل وخفة دم وروح حلوة. هي اتجوزت صغيرة جداً، تقريباً 16 سنة، لأن ابنها عمرو عنده 29 سنة. وبسم الله ما شاء الله عليه، الله أكبر عليه، الواد عضلات وجسم وجيم واهتمام بصحته. اللي شوفها ماشية معاه مستحيل يتخيل إنه دول أم وابنها، كله بيفكر إنهم مرتبطين. وهسيب خيالكم شوية يحاول يوصل لإيه هي الحكاية، بس ما تقلقوش، مش هسيبكم كتير. هنروح بس نشوف نهي. نسيت أقولكم إن منال عندها أخت أكبر منها بسنة اسمها نهي، بس دي حرفياً واحدة زي ما الكتاب بيقول. حرفياً هي نموذج لمعنى كلمة أنثى. مش هقدر أقولكم حاجة تاني غير إنها فعلاً جميلة بدرجة ما تتوصفش. نهي كانت متجوزة 4 مرات واتطلقت، عايشة لوحدها، رفضت إنها تخلف، كانت خايفة على جسمها، وهي مهووسة بجسمها. واللي كان بيزود هوسها اللي كانت فيه تصرفات الناس معاها، وخاصة الرجالة اللي كانوا عايزين يقدموا لها أي حاجة وخلاص. يعني الفكهاني كان بيبقى سعيد وهو بيديها الخضار أو الفاكهة، وهي مش بتديله مقابل، بس هو مبسوط إنه بيديها حاجة. ونفس الكلام كذا حد. بس الموضوع موقفش على أصحاب المحلات، ده في اللي بيعزمها في أماكن وحفلات غالية جدا، ومش بياخد حاجة منها، وعارف إنه مش هياخد حاجة منها. ومفيش حد فيهم يتجرأ إنه يحاول حتى، علشان كله كان بيخاف يخسرها للأبد. واللي بيفكر بيقولها عايز يتجوزها مباشر، وهي في الأغلب هترفض. أعتقد إنكم تخيلتوا شكل الحياة كده عاملة إزاي مع نهي. وطبعا عمرو الله يكون في عونه، خالته نهي وأمه منال. أعتقد إنكم مقدرين الدنيا عاملة فيه إيه. أنا لو وقفت القصة لحد هنا بالعنوان اللي بديت بيه القصة، دي هتروح في حتة تاني خالص، وهتاخد خيالكم معاها وهتسافروا لبعيد قوي. الجمل الناقصة أو القصص الناقصة بتخلي الإنسان يتعفرت، مش قادر يقبلها، عايز يوصل فيها لنهاية ترضيه. فلو ما قدمتش أنت النهاية، القصة هتكمل بس على هوا اللي بيسمع، مش دايما الحقيقة. ودلوقتي أقدر أقول لكم أهلا بيكم. أنا عارفة إنكم تهتوا مني، بس أنا لما أكمل هتفهموا كل حاجة. أنا زي ما قلت لكم اسمي مروة، وعندي 33 سنة. هحكي ليكم حكايتين، حكاية حصلت من 6 سنين، وحكاية حصلت من فترة قريبة. الأولى كانت مع خطيبي، كان اسمه أشرف. كنا بنحب بعض جدا، وفي يوم أسود كنا سهرانين سوا بالليل، ولقيته بيقول لي: مروة، هو أنتي حد عمل معاكي حاجة قبل كده؟ أنا ما كنتش عايزة أكدب عليه، وفي نفس الوقت مستثقلة إني أقول اللي حصل، فهزيت راسي. قال لي بعصبية: لازم تقولي. قلت له إن كنت بحب حد قبله، ومرة قرب مني قوي وإحنا طالعين السلم بس، وفي حد حسينا بيه فهو بعد وكملنا عادي. وهنا بقى بدأ أسئلة كلها قمة في السفالة، لدرجة إنه فعلا هو عمل سيناريوهات وفضل يعمل تحقيق، وقال حاجات أنا معرفهاش فمعرفتش أجاوبه، وحاجات محرجة فأنا برضو مش قادرة أنطق. وبعد كل ده هو ما صدقش غير قصته هو، اللي شايف إنها منطقية بالنسبة له، واللي هي ما حصلتش. بس هو شايف إنه مستحيل الولد ده هيعمل كده إلا لو كان في حاجات قبل كده بينا، ويبقى في حاجات كمان على التليفون، يبقى لمس حاجات مش عارفة إيه، وكمية اتهامات وافتراضات هو شافها واقعية خلاص. وقرر ينفصل عني بسبب إن القصة ما كانتش منتهية زي ما هو عايز، ما قدرش يقبل إن القصة هي كده بس. والموقف التاني اللي من وقت قريب ده مع جوزي. أنا الحمد لله ربنا كرمني واتجوزت من 3 سنين. مروان شاب كويس جدا، وإنسان حلو قوي، وحد جميل بمعنى الكلمة. المهم أنا عندي فراغ بعترف بده، وكنت بقلب على النت ولقيت جروب كده فيه قصص شوية غريبة، وألفاظ شوية ملهاش معنى بالنسبة لي. فأنا قررت إنه لما يجي مروان وأنا وهو مع بعض، أوريه الجروب ويفهمني إيه ده، لأن هو ولد ويعني أكيد هيفهم عني. ده كل اللي في دماغي. هو مسك التليفون، لقيت عينيه برقت وطلع من الجروب، دخل على الماسنجر، دخل على الأذرز. طبعا في رسائل كتير وشباب وكلام قلة أدب وحاجات زي الفل خالص. بصلي كده وقال لي: إيه ده؟
قلت له فكك، مش قصة يعني. أنا ما كنتش فاهمة حاجة وقلت أوريها لك يمكن تفهمني. وقامت خناقة طويلة عريضة مبنية على إنه مستحيل تكون دي أول مرة تدخلي فيها جروبات زي كده، وأكيد في رسائل ممسوحة، وإنه مصدوم فيا، مع إن الحقيقة هي بس كده زي ما حكيت. طبعا لما حكيت لصاحبتي اللي حصل بيني وبين مروان، قالت لي بصي، ما هو أكيد مش هيشك فيكي من قليل، ما هو أكيد كان في حاجة ملاحظاها عليكي قبل كده، أو حاجة عملتيها أو قلتيها. وبرضه صاحبتي هي كمان شافت إن السيناريو مش كامل، وقررت إنها تركب عليه بقى علشان يبقى مرضي ليها. أنا اتطلقت. أيوة، ببساطة كده، أنا اتطلقت. بس القصة لما الناس هتسمعها مش هيقبلوها زي ما هي، وهتتحول لسيناريوهات تاني بعيدة عن اللي حصل أصلا، واللي هو أنا اتطلقت وبس وده السبب. المشكلة إن دماغنا عايزة كل الأحداث تكون منطقية وليها قفلة مرضية، لكن لما بيجي قدامنا موقف هو شوية مش منطقي بالنسبة لنا وملوش قفلة في النهاية، الدماغ بترفضه تصدقه، وبتشتغل على صناعة سيناريوهات تقدر تقبلها، وفي الأغلب بتكون ملهاش أي علاقة بالقصة الحقيقية. وأكيد مش هتصدقوا أبداً إني كاتبة الحلقة دي مخصوص علشان أقول لأم حسين جارتي اللي تحت إني اتطلقت بس علشان كده، ما ظبطنيش مع واحد، ولا قفش عليا أفلام، ولا أنا ست مش حلوة، ولا أنا مش عارفة إيه تاني. ماشي، اتمنى تكوني ارتحتي وتصدقي يا ولية. وبكده يكون اللي عايزة أقوله خلص، بس أتمنى تقولولي في الكومنتات انتوا يا ترى مصدقين قصتي وسبب طلاقي، ولا شغلتوا دماغكم وهتفسروا على مزاجكم. أعتقد إنه مش هيكون مريح إنكم تاخدوا القصة من غير ما تحللوها بمزاجكم. يلا مستنياكم، وياريت ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما عملش اشتراك في القناة ياريت تعمل اشتراك فضلا وليس أمرا علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة.